لكن لو وجدت هذه القنوات في ظل هذه الأزمة لخرج أهل الفضل وأهل العلم ليبينوا الحق، وما اضطررنا أبدا لأن نبحث عن فضائيات فيها مخالفات شرعية. أنا أعي شباب الأمة أنني بالفعل اضطررت أن أخرج على فضائيات أقر أنا بأن فيها مخالفات، أنا لا يغيب عني هذا، وإلا فلأحبس نفسي في بيتي ولا أخرج لأبلغ عن الله ورسوله. لكنني أعلم يقينا أن تعارض الحسنات والسيئات وأن تعارض المفاسد والمصالح باب واسع جدا من أبواب العلم، كما أصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. بل وإذا تعارضت مفسدتان فنحن نتحمل أدنى المفسدتين لندرأ مفسدة أعظم. فلأتحمل مفسدة الظهور في قناة فيها مخالفة شرعية من أجل أن أدرأ مفسدة أعظم، ألا وهي حقن الدماء. أدعو إلى حقن الدماء، أدعو إلى ضبط المشاعر، أدعو أفراد القوات المسلحة إلى عدم الضرب الزقيرة الحية على شبابنا مهما كانت الظروف. أدعو قواتنا المسلحة، أدعو القوات المسلحة للتدخل إذا هجم البلطجية من الفئة الباغية، وقد ذكرت ذلك فعلا، للتدخل لفض الاشتباك بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الشاهد أقول لكم يا أحبابي حتى لا يعتب علي بعض إخواني من الأهل الفضل وبعض أولادي حتى ممن تعلموا وتربوا وتربينا معهم على كتاب الله وسنة رسول الله، لا يغيب عني هذا التأصيل الشرعي أبدا. أقول لهم: لقد قرر علماؤنا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه بأنه إذا اجتمع محرمان، لا أقول مفسدتان، بل يقول إذا اجتمع محرمان لا يمكن أن ندفع أكبرهما إلا بفعل أدناهما، كان فعل المحرم الأدنى لترك المحرم الأعظم ليس فعلا لحرام، ليس ارتكابا لمحرم. لابد من تحمل أدنى المفسدتين لندرأ مفسدة أعظم. الشاهد لو كانت قنواتنا مفتوحة ما اضطررنا أبدا أن نخرج إلى مثل هذه القنوات. وقد أعلنت أنا بنفسي أنني في ظل الظروف العادية حين دخلت قناة من القنوات ورأيت مجموعة من الفتيات الحسنوات يجلسن في الاستوديو، والله ما خطوت بقدمي الخطوة الثانية، لكننا في نازلة. أرجو من أولادنا أن يعلموا ذلك، كنا في نازلة يجب علينا أن نبين فيها الحق وإن تحملنا مفسدة أدنى، لا يغيب عني هذا. فأنا لا أتحرك إلا بدين، وأرجو الله تبارك وتعالى إن كنت قد وفقت في هذه الأزمة التي أعلنت فيها ما أرضي به ربي سبحانه وتعالى وما أدين به لله جل وعلا، أرجو الله إن كنت قد وفقت أن يزيدنا توفيقا ورشادا وأن يجعله خالصا لوجهه، وإن كنت قد أخطأت فأسأل الله أن يغفر لي وأن يغفر لنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة